تتجه القوات الملكية الجوية نحو تعزيز أسطولها القتالي باستقبال المرحلة الثانية من مروحيات AH-64E أباتشي، بعد أن استكملت هذه الطائرات بنجاح اختبارات الطيران وسلسلة التقييمات التقنية، في إطار برنامج يهدف إلى تحديث القدرات الدفاعية للمملكة ورفع جاهزيتها العملياتية. ووفق معطيات نشرها المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح، فإن النسخة المخصصة للمغرب ستتضمن حزمة من التحديثات المتقدمة، تشمل أنظمة إلكترونية مطورة ومنظومات تسليح أكثر دقة وفعالية، ما يمنحها قدرات هجومية واستطلاعية متقدمة مقارنة بالإصدارات السابقة. وتصنف مروحيات الأباتشي ضمن أقوى المروحيات القتالية متعددة المهام على الصعيد العالمي، لما تجمعه من قوة نارية عالية ودقة في الاستهداف وأنظمة رصد وتوجيه متطورة تمكنها من العمل في مختلف الظروف العملياتية. ومن شأن هذه الإضافة النوعية أن تعزز مكانة سلاح الجو المغربي ضمن القوى الجوية الإقليمية. ويأتي هذا التطور في سياق رؤية استراتيجية أشمل تقوم على تحديث المنظومة الدفاعية بشكل متكامل عبر اقتناء معدات حديثة وتطوير البنيات التحتية العسكرية وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في مجال الصناعات الدفاعية. كما يعكس هذا المسار حرص المملكة على تعزيز قدراتها الردعية وضمان حماية مصالحها الحيوية والمساهمة في دعم الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.